تعالوا بقى النهاردة اما نعمل صينية بطاطس بالفراخ طعمها حلو جدا مع رز بالشعرية كده. أكلة سهلة وسريعة وبسيطة وكلنا بنحبها. شايفين حلوة قوي. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو أول مرة تشوفوني أنا غاية، ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. أول حاجة أنا عندي فرخة أو أي حاجة متوفرة. أنا غسلت الفراخ كويس جدا وأنا بشيل الجلد بتاعها. بعد كده بعملها بالسكينة فيها فتحات كده. عندي بقى ليمونة كبيرة. الليمون الأصفر ده بيبقى فيه مية كتير. لو الليمون الأخضر ممكن ليمونتين 3. الليمون بيديها طعم حلو قوي. هعصرها كده. هعمل بقى التتبيلة. عندي بصلة وطماطماية وفصين توم وقرن فلفل سبايسي، وطبعا ده اختياري، ممكن فلفل عادي. هضربهم في الكبة كده. هتبل بيهم بقى الفراخ. هحطهم على الفراخ كده، واحط بقى فلفل اسود، بابريكا، ملح، وادعك بقى الفراخ كويس كده بالتتبيلة دي. طبعا لو انت متبلة الفراخ من قبلها بساعتين 3 هيبقى طعمها احلى. اتبلها كويس كده. عندي بقى الخضار. عندي بصلة وطماطماية وفلفل سبايسي وفلفل اخضر وست فصوص توم. هقطعهم كده بالشكل ده. طبعا اللي ما بيحبش البصل والحاجات متقطعة كده عادي ممكن يضربها في الكبة، ينعمهم يعني ما تبقاش شرايح كده. وهقطع الفلفل. الفراخ دي بيبقى طعمها حلو قوي، وكمان بتبقى شاربة كده من الليمون كده، وبيبقى طعمها تحفة بجد. واقطع بقى الفلفل وطماطم. طبعا كل حد بيعمل عارف بيته بيحب ايه وما بيحبش ايه. انت اعملي اللي انتوا بتحبوه، او التقطيع اللي انتوا بتحبوها، او الخضار اللي انتوا بتحبوه. اقطع بقى بالشكل ده كده. والثوم برضو هقطعه كده. بعد كده بقى هتبل فلفل اسود وبابريكا وكمون وملح، وادعكهم بقى كويس كده. ادعكهم بالشكل ده كويس كده. بعد كده بقى عندي بطاطس. انا مقطعاها التقطيعة اللي هي المكعبات دي كده، تخينة شوية. طبعا قطعوها التقطيعة اللي انتوا حابينها. اقلب بقى كده مع بعض كويس. بعد كده بقى هحط الفراخ على الوش كده، واظبطها بقى في الصينية كده. طبعا الصينية انا بدخلها على الفرن يكون سخن، يعني انا مولعة الفرن عشان يبقى سخن من قبلها بشوية. بقى عندي حتة زبدة او سمنة، بحطها على وش الفراخ كده. حطيت شوية زيت، وهغطي الصينية وادخلها الفرن. واما الصينية تستوي خالص، بولع بقى الشواية احمر وشها. تعالوا بقى نعمل شوية رز بالشعرية. حلة على النار، هحط فيها شوية زيت ومعلقة زبدة او سمنة، واحط بقى شوية شعرية.
اقلبهم كده لحد ما الشعرية تاخد لون احمر حلو كده. بعد كده هحط الرز، ده رز مصري عادي، اقلبه كده مع بعض. اقلبه كده شوية عشان الرز يبقى مفلفل وحلو كده. بعد كده هحط الملح وهحط مية سخنة واظبط المية. واما الرز بيغلي والمية تنشف بقوم موطيه عليه النار واسيبه بقى يتردد براحته. اقلبه تقليبة كده اما المية تنشف، بعد كده بقى اسيبه يستوي ويتردد براحته. هو الرز خلاص استوى خلاص كده، حلو قوي. شايفين؟ حلو جدا. صينية الفراخ اهي ما شاء الله حلوة قوي، طعمها بيبقى هايل جدا بجد، تحفة، حلوة قوي. والبطاطس كده حلوة وطعمها حلو قوي، والليمون لما بيبقى زيادة بيبقى طعمها تحفة بجد. جربوا الوصفة، يا رب الوصفة تعجبكم، وما تنسوش تشتركوا في القناة. استنوني ان شاء الله في فيديو جديد. اشوفكم على خير. باي باي.